السلام عليكم. في الوقت اللي النادي الأهلي مكسر الدنيا في معسكر تونس وعمل مستوى عالي قوي، ومباراة بيكسب بالأربعة ومباراة بيكسب بالخمسة. نادي الزمالك برضه عامل معسكر إعدادي بس هنا في مصر، مباراة لعبها مع الشمس وربنا سترها معاه، وكان مغلوب في الشوط الأول 3-0 ورجع بالمباراة في الشوط الثاني وخلص المباراة 4-5. ولكن الصفحات الزملكاوية كانت كاتبة إيه بقى؟ إن الزمالك مكتسح الشمس ب5-0. النهارده نادي الزمالك برضه اثناء ما النادي الاهلي كان بيلعب المباراه الوديه، نادي الزمالك كان بيلعب مع وادي دجله. وقبل المباراه كانت الصفحات الزملكاويه نازله تريقه على الاهلي وعلى مستوى الاهلي، وبتقول كده ان الزمالك هيكسب 6-0 النهارده اقل واجب، عشان يتصدموا بان نادي الزمالك العظيم اترن 1-0 من وادي دجله. وادي دجله اللي الفريق كله ما حصلش قيمته التسويقيه $1,000,000. اما بقى الزملكاويه فهم من قسمين. القسم الاول، فين الصفقات اللي هنضاهي بيها الاهلي وهنصد بيها قدام الاهلي؟ ووصل بيهم الحال ان ناس منهم بقت تطلع تطلب الصفقات علنا من الناس اللي بتدعم النادي، لدرجة ان مذيع معروف طالع النهارده يقول فين الصفقات يا محمود يا عباس. والجزء التاني بقى ده اللي يهلك من الضحك. زعلانين ان وسام ابو علي مشي، ومشيته وسام ليه؟ ده شريف لو شافنا هينفخنا.